موسم الانتقالات بدأ، فلازم نعمل بقى سلسلة الحلقات بتاعة الانتقالات الفترة الأخيرة دي. وأنا عارف إن أنت عايز تسأل عن حاجات عالمية، بس النهاردة في شوية حاجات كده ليها علاقة بالأهلي وليها علاقة بالدوري المصري شوية، وفي الفترات اللي جاية هيبقى في حلقات ليها علاقة بالدوريات الأخرى. بس خليني أسألك السؤال اللي هو مطروح دلوقتي على الساحة واللي كل الناس بتتكلم في الانتقالات عليه: هل إمام عاشور يجي الأهلي؟ بالنسبة لك أنت كمشجع أهلاوي الموضوع تمام ولا شايف الموضوع يمشي إزاي؟ وبالمناسبه بقى يلا بالمره كمان، يعني ما رمضان صبحي ليه بقى ما يجيش الاهلي لو امام عاشور يجي؟ فتعالى بقى نتناقش في وجهه النظر دي واقول لك اخر اخبار الانتقالات. انا احمد ياسر، ده برنامج جول مشترك. يا ريت تشترك على القناه وتدينا اللايك الحلو على الفيديو لو تعمل له شير. عندنا جروب مهم جدا دلوقتي على الفيسبوك بينزل عليه كل الحاجات زي البيج بالظبط، يا ريت تروح تشترك عليه في اللينكات اللي موجوده تحت. الشير مهم، يا ريت نوصل بالحلقه دي ل 1000 لايك، هكون سعيد جدا لان فيها معلومات مهمه جدا، يا ريت كمان تعمل لها شير. لو هنتكلم على الانتقالات في الدوري المصري، فطبعا بما ان انا راجل اهلاوي فاول حاجه لازم ابدا بيها النادي الاهلي، والحلقه مني النهارده بتتكلم عن النادي الاهلي. بس عشان نسال السؤال بشكل مظبوط لازم نعرف هو كولر طلب ايه من اداره الاهلي، وازاي اداره الاهلي بتفكر ان هي تنفذ له الرغبات اللي هو عايزها او المراكز اللي ناقصه عنده. بادئ ذي بدء، هو كولر قال انا محتاج مدافع. هو عنده كده ولا كده المفروض كان بيلعب بمحمد عبد المنعم متولي اصاباته كتير، فبيبقى معاه ياسر ابراهيم ساعات فوق ساعات تحت، وغير كده كمان عندك رامي ربيعه بيدخل معاهم شويه، بس هم محتاجين مدافع تاني اساسي يكون موجود جنب محمد عبد المنعم. فكان التفكير من اداره النادي الاهلي في لعيب نادي فيوتشر، وهو محمود مرعي اللي كان بيلعب قبل كده في وادي دجله، ومن وجهه نظري هو لعيب كويس جدا. حتى محمود مرعي انا كنت رايح مره كده اتفرج على نادي الاهرام بدايه ما كان موجود، يعني في سنه 2018 موسم 2017 2018 يعني. فكنت رايح اتفرج على الفريق بكوكينو والكلام ده كله، فكان في ماتش ما بين وادي دجله وما بين الاهرام. فوانا بتفرج على الماتش اتشددت جدا لمحمود مرعي المدافع اللي كان موجود وقتها، وكان بيلعب جنبه خالد رضا، هو مدافع كويس جدا، وعلى ما اعتقد ان هو بيلعب في انبي دلوقتي. الاهلي عنده اوبشن تاني ان هو يرجع مغربي من سموحه المعار، وهيكون موجود مع المجموعه اللي موجوده. طلب تاني الكولر هو كان مركز الباك الشمال، ومركز الباك الشمال دلوقتي علي معلول مكمل مع النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي فاتح باب ان لو معلول جات له حاجه في الخليج يقولوا له تمام متشكرين اتفضل، لو هي عندك حاجه تليق بيك فمع السلامه مفيش اي مشاكل. فبيفكروا في حد تاني اجنبي، فكان يحيى عطيه الله اللي كان موجود مع الوداد، ولكن الراجل رجع تاني وجدد عقده بعد ما كان انتهى مع الوداد ومطلوب فيه 2 مليون دولار، فبالتالي الاهلي هيبعد عنه شويه، ولسه الملف ده مفتوح ومحدش عارف مين اللي موجود في فكره الباك الشمال بالنسبه للنادي الاهلي في الوقت الحالي. طبعا هو اكيد طلب بديل حمدي فتحي، لان حمدي فتحي خلاص دلوقتي في قطر بيعمل الكشف الطبي علشان نادي الوكره القطري، وعلى ما اعتقد ان الصفقه هتنتهي بشكل كبير قوي وحمدي فتحي هيمشي، بس احنا عايزين بديل ليه. بس انا هخلي ده موضوع الحلقه، فخليه معانا شويه كمان. وكولر برضو طلب دعم مركز الوينج الشمال، وده كان بيتكلم عليه اصلا من بدايه الموسم، من اول ما جه حتى في يناير اللي فات، وكنا بنحاول مع اجانب كتير، ومن ضمن الاسماء المطروحه هو رضا سليم، وهو الجناح بتاع نادي الجيش الملكي المغربي اللي هو فاز بالدوري على الوداد، ولكن لسه برضو ما حدش اتكلم بشكل رسمي هو ده الشخص المطروح، ولسه ما اتخذش موافقه عليه، لسه ما فيش حد اتحرك فيه. وطبعا يجي بعديهم ملف المهاجم، هو الملف الموجود طبعا من بدايه الموسم، وكلمنا ان في يناير اللي فات كنا عايزين، والنهارده احنا بنتكلم على نفس الاسماء من اول وجديد تاني. بتتكلم على موليكا الناس كانت بتتفاوض معاه، بتتكلم على سماتا بتاع فنربخشة اللي احنا برضو كل سنه بنتفاوض معاه، وانا وجهه نظري ان الاهلي لحد دلوقتي لسه ما اتحركش في اي مهاجم من المهاجمين، ولسه بيستطلع راي كولر، فالملف ده ما زال لسه غامض بالنسبه للاتفاقيه بتاعت النادي الاهلي. هروح بقى لحته ان انا ممكن العب لك لعبه طرف شمال، والعب لك لعبه بقى بديل حمدي فتحي في خبطه واحده، وده هيبقى سؤال الحلقه. حمدي فتحي خلاص زي ما قلت لك رايح الوكره القطري. بالنسبه لمارسيل كولر دي حاجه مشكله كبيره جدا، لان ده مركز مهم جدا بالنسبه له، او حمدي فتحي كلاعب ليه ادوار معينه بيعملها في الملعب محتاج يكون ليه بديل بنفس المستوى، لان خطه كولر بنسبه 30% تقريبا الحركه بتاعت حمدي فتحي هي اللي بتفك طلاسم كتيره قوي في ماتشات كتيره جدا، فلازم يكون في لعيب زي حمدي فتحي او بنفس الكواليتي بتاعته. فبالتالي كان مطروح اسمين، وهم طبعا محمود حماده اللي النادي الاهلي دخل في مفاوضات معاه، لعيب فاركو، بس القصه معاه صعبه شويه، لان محمود حماده برضو الزمالك بيتفاوض مع فاركو، وفاركو عايز من الزمالك عواد، فبيفكروا ان هم يدخلوا ده في ده وشويه فلوس، فبرضه محمود حماده لسه على المحك. ورضا بوبو النادي الاهلي بيتفاوض معاه بقاله سنتين، كل سنه رضا بوبو بيمضي، ولكن الموضوع كله واقف عند فيوتشر. طيب مين الاسم الثالث اللي دخل في الفتره الاخيره؟ امام عاشور. حلو، تعالى بقى نقف هنا علشان القصه دي فيها كلام كتير قوي بقى ولغط كتير قوي بالنسبه لي. هل تعتقد ان امام عاشور بالنسبه لي هو لعيب قليل؟ لا بالعكس تماما، امام عاشور لعيب ممتاز جدا ولعيب مهم جدا ولعيب يشيل اي فرقه، وهو ده من ضمن الافكار اللي من وجهه نظري عبقريه في ان انت تحطه بديل لحمدي فتحي. تمام متفقين، ما عندناش اي مشكله في الحته دي. هتقول لي المفاوضات والفلوس والنادي، هقول لك اعتبرها خلصانه والدنيا تمام، واللعيب موافق ان هو يجي والنادي موافق ان هو يجي وخلاص بقى اللعيب عندك.
انا عندي نقطه مشكله كده ليها علاقه بالمبدا. احنا بنتكلم ان اللعيب دوت كان ضرب احد رموز النادي الاهلي وهو وليد سليمان، وكان عمل مشكله كبيره قوي في بدايه حياته. بعد كده بشويه برضه دخلنا في قصه شتيمه لرموز النادي ومش عارف ايه. امام عاشور اعتذر وعمل كل اللي ممكن يتعمل علشان ايه؟ يلم الدنيا. تمام. طيب انت قبلت اعتذار امام عاشور اللي هو شتم النادي الاهلي، فهترجعه علشان انت قبلت اعتذار. طب بالنسبه بقى لرمضان صبحي، الطرف الشمالي اللي انت بتدور عليه، اللي هو اصلا ما بيجيبوش مستواه غير في النادي الاهلي، انت النهارده هو الراجل لا شتم النادي الاهلي ولا غلط فيه. هو كل اللي عمله ان هو بدل ما ينتقل للنادي الاهلي راح لنادي تاني منافس، ويعني من الاخر كده ايه، لو عمل حركه ممكن هو كمان يطلع يعتذر عليها، وبالتالي الموضوع ده اتطرح بشكل كبير جدا. فليه بقى لو امام عاشور رجع ما يرجعش هو كمان رمضان صبحي بعد ما يعتذر والدنيا تبقى ماشيه بنفس المنطق؟ فده سؤالي ليك، انت شايف الموقف شكله عامل ازاي من التعاقد مع امام عاشور؟ لان الموضوع فعلا قريب جدا، قريب جدا ان انت ممكن الاهلي يتعاقد مع امام عاشور، الموضوع سهل. ومن الناحيه الثانيه برضو رمضان صبحي ليه لا؟ يعني هو امام عاشور مش هيرجع الزمالك، او امام عاشور مش هيروح بيراميدز، هو مش هيرجع الزمالك، هو مش عايز يرجع الزمالك. طيب بيراميدز، لا بيراميدز دي قصه ثانيه بقى ولازم احكي لك عنها تفاصيل مهمه. خلينا نتكلم ان بيراميدز النهارده وصل لحلم من احلامه في ان هو يكون موجود في دوري ابطال افريقيا. فوجوده في دوري ابطال افريقيا معناه ان الفريق اللي معاه ده اصلا ما ينفعش، لان الفريق اللي معاه ده كان في الكونفدراليه بيكارك بالعافيه. فبالتالي هم محتاجين يعملوا بشكل كبير قوي تدعيمات للفريق ده، وهم بيفكروا بشكل مميز جدا في صفقات سوبر. على سبيل المثال من ضمنهم طارق حامد اللي دلوقتي عقده انتهى خلاص مع نادي الاتحاد السعودي، فاتحاد جده السعودي. فبالتالي موجود دلوقتي طارق حامد ان انت ممكن يتقدم له 2 مليون دولار، وهو بيزقزق ودماغه بتفكر ما بينه وبين شويه حاجات في السعوديه، بس ممكن يرجع علشان يلعب في دوري الابطال. اشرف بن شرقي والستوري اللي اتنشرت اللي هي ملهاش اي علاقه بالحقيقه، بن شرقي اساسا مسافر من كازابلانكا رايح دبي وبيلعب في نادي الجزيره الاماراتي، فرجع عادي جدا، الدنيا مفيش فيها اي مشكله خالص. يعني خدناها وحولناها ان هو راجع الزمالك. لا، هو من الاخر كده يا جماعه نادي الجزيره لو لقى حد يكيش ثمن الراجل هيبيعه، هو ما عندوش اي مشكله في الموضوع ده. وانا بقول لك معلومه، ده مش حاجه كده، لا دي معلومه من مصادر جوه النادي. بس لحد وقتنا ذلك الزمالك ما تقدمش باي عرض ولا حاول ان هو يتفاوض معاه، ولو في حد ممكن يتفاوض من مصر مع اشرف بن شرقي هيكون هو نادي بيراميدز، والمواضيع هتخلص بشكل معروف جدا ومفهوم، ودفع كاش واللعيب هيجي والدنيا تمام. لان اللعيب اصلا لا عايز يرجع الزمالك ولا عايز يرجع الاهلي ولا عايز يرجع اي حاجه من مصر. هو عنده تروما من مصر خلاص من بعد اللي حصل له مع المستشار مرتضى منصور. هو ممكن يرجع بيراميدز علشان هيبقى عنده وعود خليجيه. ده غير طبعا ان بيراميدز تعاقد مع سيف فاروق جعفر او مش تعاقد، هو خطف سيف فاروق جعفر وخطف يوسف اسامه نبيه من الزمالك. ده غير ان هو هيفاوض الزمالك، وهتشوف ان نادي بيراميدز في الفتره الجايه هيقعد مع الاهلي وهيقعد مع الزمالك وهيحاول ان هو ياخد منهم لعيبه، ولعيبه ليهم اسامي وكلام زي كده. ومن ضمنهم اللي انا عارفه ان نادي بيراميدز بيحاول يتفاوض على محمد شريف مهاجم النادي الاهلي بالذات. لو انت بتبص كاهلاوي او كزملكاوي للصفقات والانتقالات اللي هتبقى في الموسم، ما تفتكرش ان المواضيع هتبقى سهله، مش علشان الاهلي هيراسي الزمالك او العكس، لا علشان في نادي اسمه بيراميدز هيخش في كل الصفقات دي كالعاده، والمره دي هيخش بشراسه اكبر لان هو عايز ينافس على دوري ابطال افريقيا. الموضوع الاخير في هذه الحلقه، انا حابب اقول لك الجدول بتاع النادي الاهلي في شهر يوليو، كل المباريات اللي هنلعبها وامتى هنحسم الدوري بالظبط. وعايز اقول لك على معلومه تانية مهمه، ان دلوقتي او النهارده الساعه 11 بالليل مصر هتلعب قدام الجمهور لمنتخب تحت 23 سنه اللي هو الاولمبي، علشان ان احنا ده ماتش اخر ماتش في المجموعات. لو كسبنا الماتش ده ممكن نصعد اول مجموعه، وهيبقى عندنا فرصه ان احنا نقابل فريق زي غينيا. وعلشان البطوله بتتلعب على ارض المغرب مش عايزين نقابل المغرب، فعايزين نكسب غينيا، لان الاول والثاني والثالث لبطوله افريقيا ديت اللي هي كانت زي البطوله بتتلعب بتاعت 2019 بتاعت رمضان صبحي، هم اللي هيروحوا اولمبياد. فبنتمنى التوفيق لمنتخبنا، وهيبقى عندنا لايف بعد المباراه نطلع نتكلم فيه شويه كده عن المنتخب الاولمبي، لان بقى لنا فتره بصراحه مش بنديله حقه. جدول مباراه النادي الاهلي: 2/7 عندك فيوتشر، 5/7 عندك الاسماعيلي، وبعد كده يوم 8/7 عندك الاتحاد. لو الاهلي كسب الثلاث مباريات دولت يبقى خلاص ضمن ان هو كسب الدوري واخذ الدوري رسميا. والمباراه اللي هي بعديها يوم 13/7 اللي هي مع الزمالك، المفروض يكون في ممر شرف يعني. يوم 16/7 عندك المقاولين، و19/7 عندك حرس الحدود، 23/7 عندك بيراميدز، و26/7 عندك المصري، ويوم 30/7 عندك الاهلي والداخليه. بس ده مش في الدوري، ده في دور 16 لكاس مصر. لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك على القناه وتدينا لايك حلو على الفيديو ده، ويا ريت كمان تكتب لنا تحت في الكومنتات هل الاهلي يتعاقد مع امام عاشور، ولو هيتعاقد مع امام عاشور ليه ما يرجعش رمضان صبحي. يا ريت كمان تدينا لايك حلو على الفيديو ده وتعمل له شير. اللينكات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتنا كلها موجوده تحت، يا ريت تروح تشترك عليها. اشوفك كمان شويه في اللايف. سلام عليكم.